يا إبراهيم الجعفري بصفتك وزير خارجية ورئيس وزراء أسبق مو هالشكل؟ ليش لا عاد يصير حكومة تطلق النار مثلا على شعبها؟ شو ساد حلقك يا إبراهيم الجعفري؟ شو ساد حلقك؟ مو أنت رحت تتهوس يا حظي وقعدت بالبرلمان البحرين والبحرين البحرين والبحرين. شو مضيع بالبحرين؟ شو مضيع بالبحرين؟ كل شعوب هي تعرف نظامها، تثور على نظامها، تقتنع بنظامها، ما لنا دخل احنا. حطيتوا خشومكم ويا كل دول العالم ونسيتوا قضية شعبكم. شو ما طلع زعيم التحالف الوطني العراقي الفاشل إبراهيم الجعفري قال لنا همين ما يصير حكومتنا تطلق النار على شعبها طبقا للدستور. بالبحرين راح يهوس، على الفاينات تركضون، على كل مشكلة بأي بلد تركضون حتى تحطون النار فوقها، بس على شعبكم تسكتون. اطلاق النار الحي على المتظاهرين يسكت إبراهيم الجعفري. يا للعار من ينكشف أو تنكشف حقيقة بعض البشر المدعين لحركة الإصلاح، مو كانوا أبو تيار الإصلاح. شلون يتم إطلاق نار يا زعيم التحالف الوطني على مواطنين وانت ساكت ساد حلقك؟ ذكرى بالبحرين البحرين. هو أساسا يجوز استخدام السلاح ضد شعب؟ لا يجوز. فكيف بك والجريمة مركبة، سلاح وسلاح أجنبي يأتي من خارج البحرين. إنما نحن نتحدث، لا نريد أن نتدخل، لكننا نريد أن نجلب التدخل، خصوصا وأن التدخل تدخل مسلح. فليعرف هؤلاء أن الثورات وأن في صدر كل عراقي زلزال لا يقف إلا أن يطوح بهؤلاء. لا نريد أن نتدخل بشؤونهم. لذلك أنا ناشد منذ الصباح وبالتشاور بكثير من الأخوة، طلبت أنه تعلق اليوم الجلسة بكاملها، تعلق لهذا اليوم. يستحد حدث كهذا الحدث أن نقف لنعبر بأمانة عن الشعب العراقي، وسنطلب من الحكومة كذلك أن تعلن يوم حداد. إن لم يكن مثل هذا الحدث يتلقى أصداء وطنية عراقية تنطلق منها كل العالم العربي والعالم الإسلامي. لذلك أوجه خطابي لكل الدول الإسلامية من خلال مؤتمر القمة الإسلامي، مؤتمر العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى أمين سكرتير عام الأمم المتحدة. كل هؤلاء عليهم أن يقفوا إلى جانب الشعب البحريني. أن ما يحدث بالبحرين لا يمكن أن نسكت عنه على الإطلاق حتى يلتفت العالم ويسجل موقفا إنسانيا. وشعبك المنافقين اللي قاعدين يصفقوا لك شو سكتوا؟ يعني المتظاهرين طبوا المجلس الوزراء. والله علامتين استفهام، يعني نقطتين